اهلا بيكم. دلوقتي هنعمل شوربه الطماطم بتوست ريتش بيك المحمص. هنحط اول حاجه زيت الزيتون، مش هنسخنه قوي عشان مش عايزينه يفقد فوائده. نحط البصله هتصفر بس هنا عشان هو مبشور بيتعمل بسرعه قوي، خلي بالكم. دلوقتي هحط الطماطم على طول. كده الطماطم خلاص دبلت. اللي هنعمله ان احنا هنهرسها. لو ما عندكوش الهراسه سيبها بس تهدى شويه، وبعدين بناخد الطماطم نحطها في الخلاط نضربه شويه، وبعدين نكمل بقى الطريقه بتاعتنا عادي. انا كده خلاص. هحط عليها معلقتين صلصه عشان تدي لون الاحمر الحلو ده بتاع الشوربه. هنحط بقى دلوقتي كوبايتين الميه عشان عايزاها تخف، لان بصوا هي تقيله عامله زي البيوريه كده. مرقه، حبه زعتر، بس ملح وفلفل صغيرين. هقلب. هحط بقى عليها العيش دلوقتي، وهسيب بقى العيش زي ما بيقولوا كده المصريين يفت في الشوربه. كده الشوربه استوت خلاص. هنحط عليها حبه جبنه مبشوره، هنزينها بس بحبه زعتر. لو عندكم ريحان اخضر اوكي، جربوها ومون ابيتي.